لسه شايل صورة نيرة أشرف. محمد عادل هيطلع طبلية الإعدام وهو ماسك صورة نيرة أشرف في جيبه، مش قادر ينساها ولا ينسى قصة الحب اللي عاشها في خياله معاها بعد كل اللي عمله. وعشماوي قاله مش هنفذ الحكم وانت معاك صورة نيرة. في الفترة اللي فاتت إشاعات كتير انتشرت عن محمد عادل في قضيته المشهورة واللي شغلت الرأي العام في مصر لفترة طويلة من الزمن، وكانت انتشرت صورة لمحمد عادل بالبدلة الحمراء وهو في غرفة الإعدام، واتقال إنه اتنفذ فيه حكم الإعدام، والخبر انتشر في مصر كلها. ومش بس كده، ده اتقال كمان إن والدته استلمت جثمانه واتدفن وصلوا عليه. بس مصادر مسؤولة في وزارة الداخلية أكدت إنها مجرد إشاعات، وإنه إجراءات الإعدام بتاخد وقت بعد صدور الحكم. وكان في الفترة اللي فاتت رفضت محكمة النقض حكم الطعن في قضية اتهامه بقتل نيرة أشرف، والحكم بقى نهائي غير قابل للطعن. وبعد ما الحكم بقى نهائي، محامي نيرة أشرف قال إن محاولات الطعن على الحكم كان مجرد كسب وقت مش أكتر، وإن كل ده كان محاولة منهم إنهم يورطوا أسرة نيرة في قتل بنتهم وضياع مستقبل ابنها، على حد تعبير محامي أسرة نيرة. واللي عليه قال خالد عبد الرحمن محامي أسرة نيرة إنه رفع دعوى تعويض بمبلغ 10 مليون جنيه على أسرة المتهم محمد عادل. وقال سعيد في تصريحات خاصة لموقع بصراحة الإخباري إن أسرة نيرة ما كانتش عندها فكرة بخصوص رفع دعوى التعويض بمبلغ 10 مليون جنيه، وإنه عمل كده ورفع الدعوى من تلقاء نفسه بعد ما شاف تصريحات المثيرة لوالدة محمد عادل. وكمان محامي أسرة نيرة قال إن أهلها رفضوا تماما يقبلوا أي تعويض عن قتل بنتهم، وإنهم متمسكين تماما بتنفيذ حكم الإعدام على القاتل وتنفيذ القصاص. وأكد إنه في حالة الفوز بالقضية هيتم التبرع بالمبلغ لصالح صندوق تحيا مصر، وإنه هيتقدم بطلب رسمي لإذاعة حكم الإعدام على الهواء مباشرة. وأكد إن إذاعة تنفيذ الحكم علنا هيشفي نار أهلها، وهيكون رد فعل رادع لكل شخص يفكر إنه يكرر الجريمة البشعة دي. وقال إن في حالة الفوز بالقضية والتعويض ما اتدفعش، الواصي على محمد عادل واللي هي والدته هتتحبس لو ما دفعتش الدية. تفتكروا محمد عادل لسه بيحب نيرة أشرف بعد ما خلص عليها؟ وهل ممكن نشوف حكم إعدام محمد على الهوا؟ اكتبوا لنا رأيكم.